بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي الى كل اخواتي جماهير الابيض الملكي. يا رب تكونوا بخير والايام الجايه تجلب لنا كل خير وسعاده علينا وعلى نادينا ان شاء الله. النهارده كالعاده جايب لكم اخبار نادي الزمالك وكل ما يتعلق بنادي الزمالك. بس النهارده الحلقه فيها جزء يعني الجزء المهم فيها جدا مش خبري على قد ما هو هنتكلم عن فريق الشباب السعودي، هنتكلم عن مصادر القوة والضعف فريق الشباب السعودي، هنتكلم عن خطة الزمالك، هنتكلم عن مفاتيح لعب الشباب، ايه اللي الزمالك المفروض يعمله عشان نخرج ان شاء الله بالمكسب من ماتش الشباب، ماتش مهم جدا. في حالة المكسب ان شاء الله هنصعد مباشرة للدور الثاني. البطولة دي مهمة جدا جدا لنادي الزمالك، وهي بطولة فيها لعيبة عالمية وهتتكتب للزمالك ان شاء الله في حالة الحصول عليها. ونتمنى طبعا وندعي يعني كلنا كزملكاويه ربنا سبحانه وتعالى انه يقف جنب الفرقه وتعدي ان شاء الله ونحصل على البطوله او نوصل لابعد مدى ان شاء الله. كل الدعم للفريق وكل دعواتنا معاهم وحبنا ودعمنا ليهم. في الاول احب اذكر حضراتكم بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وان انت ما تبخلش علينا باللايك والشير. ويا ريت تقول لنا ارائك في اي موضوع بنتكلم فيه او اي حاجه او اي قضيه بتشغل بالك عن الزمالك، وانا برد على كل التعليقات. هبدا معاكم سريعا في الاخبار قبل ما نتكلم عن الشغل الخططي. خلاص رضا سليم لعيب الاهلي يعتبر خلاص بقى لعيب الاهلي، جه وصل وان هو هيعمل الكشف الطبي، وكان من قيمه يومين مصار حاجات انا ما بحبش اتكلم فيها لانه كلام فاضي. الحق تسريب ميدو بيتكلم على ان هو يعرقل صفقه رضا سليم. يا جماعه حتى لو ميدو عمل كده ايه المشكله؟ يعني انا مش فاهم يعني ان ميدو يتكلم وان هو مثلا يحاول ان هو ياخد رضا سليم او كده. طب ما الاهلي عملها مع القندوسي لسه من قيمه 3 4 اشهر، ودخل وعاند واللاعب كان رايح الزمالك وخطفه من الزمالك وزود على الزمالك ودفع فوق ال 2 مليون دولار في لعيب ما كملش 3 اشهر وهو في النادي الاهلي، والاهلي عايز يصرف له صرفه سواء اعاره او بيع، ويعني دفع 2 مليون دولار خسرهم. ما فيش نادي حتى يدفع في القندوسي ده 400 500 الف دولار. ويعني الاهلي اهو فين اهدار الملعب؟ لبس يعني مليون فوق المليون ونص، غير ان اللعيب بياخد له تقريبا حوالي مليون دولار في الموسم، ويعني الاهلي خسر حوالي 2 مليون دولار او 2 مليون ونص دولار ومحدش بيتكلم. ما علينا، فسيبوكم من الاهلاويه دول اللي هم يعني لاغيين عقلهم او لاغيين يعني فكرهم. انتوا عارفين ان هم بيهيصوا مع الهيصه والقصه دي، ودلوقتي محروقين قوي ان الزمالك ماشي بشكل الحمد لله كويس في البطوله العربيه، ومستنيين ان هم يقعوا. يعني ان شاء الله ربنا يخيب ظنهم، هم نفسهم بس ان احنا نقع في البطوله العربيه عشان شايفين ان كل الاعلام تقريبا في العالم كله مسلط على البطوله العربيه وقوتها ونجومها العالميين، فصعبان عليهم ان الزمالك ماشي بشكل كويس وان هو اقوى دفاع واقوى هجوم في البطوله وماشي بشكل كويس، فمحروقين شويه. طيب حسين الشحات قريبا ان شاء الله ممكن نشوفه في السجن، ما بتمناش لحد الشر بس هو يستحق. انا كراجل محامي اللي يغلط يتعاقب، وحسين الشحات غلط وقانونا ان هو ممكن فعلا يتحبس، ففعلا حسين الشحات قريبا للحبس، ممكن فعلا يحصل حاجه زي كده. بس انا عارف ان السلطات المصريه هتضغط وهتحاول تخلص الموضوع. في تحرك من محامي السفاره المغربيه ومحامي نادي بيراميدز وقدموا محضر ضد حسين الشحات بتهمه التعدي والسب. القضيه دي يا جماعه المفروض بيبقى فيها حبس، دي مش قضيه سب وقصف والكلام ده، لا دي فيها تعدي بالايد. فالتعدي ده بيوصل على الاقل يعني ممكن ياخد فيها اللاعب 6 اشهر، يعني ممكن توصل العقوبه فيها ل 6 اشهر سجن. فهل نشوف كده؟ انا لا اعتقد، لان انا عارف ان كل اركان او كل المسؤولين هيقفوا مع حسين شحات وهيحاولوا يضغطوا في الاخر على الشيبي ان هو يتنازل، عشان طبعا ما ينفعش حد يمس لاعبي الاهلي. فطبعا اللي ما بيقدرش يعاقبهم بوقف ماتش ولا ماتشين، هل هيقدر يعاقبهم بالحبس؟ فاكيد هيبقى في ضغوط وتخلص القصه، لكن بجد ممكن حسين الشحات ياخد حكم حبس. بيراميدز خلاص بينهي التعاقد مع فيستون مايلي لعيب يانج افريكانز التنزاني، وهو مهاجم كونغولي. ده كان هداف الكونفدراليه الموسم الماضي، وكان في تصريحات ان الزمالك بيفاوض اللاعب، وميدو طلع اكد كده، بس قال ان اللاعب كان بيغالي وطالب مبالغ كبيره، فالزمالك ما قدرش ان هو يتعاقد معاه. هنشوف اللعيب ده يعني هيعمل ايه. وعايز اقول لكم صحيح حاجه عن رضا سليم يا جماعه، انا دايما مقتنع، انا شفت اللاعب لعيب كويس جدا، لكن الصفقه دايما اللي بيحصل عليها كلام كتير قوي في الاعلام زي صفقه القندوسي كده، وخطفوا لعيب رائع وده فظيع، بيفشل. يعني في الغالب الضجه الاعلاميه اللي بتصار حوالين اي لاعب بالذات بيجي في الدوري المصري بيفشل.
فهنشوف هل رضا سليم هيكون اضافه في النادي الاهلي ولا لا. طبعا كزملكاوي بتمنى انه ما يبقاش اضافه وان شاء الله يفشل زيه زي القندوسي، وده شعور عادي جدا كزملكاوي. موضوع اعتزال عبد الشافي خرج علينا ان هو عبد الشافي ما خدش القرار نهائي، وان بس ده كان مجرد كلام من وكيله لما طلع في برنامج تلفزيوني وقال ان عبد الشافي يعني بيفضل ان هو او بيفكر او قرب ان هو ياخد قرار بالاعتزال. لكن في ضغط من لعيبه الزمالك على عبد الشافي ان هو يستمر في الموسم القادم، بالذات ان عبد الشافي في خطه اوسيريو يجيد فعلا بقوه ان هو يلعب كمهاجم كمساك وفي نفس الوقت طرف شمال، فيقوم بالدور ده كويس جدا، اللي هو لان انتوا عارفين اوسيريو بيعتمد على 3 في خط الظهر، واحد في المنتصف وواحد على اليمين وواحد على الشمال. فطبعا عبد الشافي اكتر واحد يقدر يقوم بالدور اللاعب المدافع اللي ناحيه الشمال في خطه اوسيريو. نتمنى التوفيق. عبد الشافي عايز يكمل طبعا، يعني نقول مكسب للزمالك، عايز يعتزل. كل الحب والتقدير لعبد الشافي. انا عن نفسي اشوف عبد الشافي لسه، وعارف انه يقدر يدي سنه او سنتين، الا لو اصاباته هتبقى مزمنه او متكرره واللاعب مش هيستفيد ولا الزمالك يستفيد. خلاص اوباما وصلت له البطاقه الدوليه، الحمد لله. اوباما خلاص دلوقتي يقدر يشارك، البطاقه الدوليه وصلت وتأيد اوباما، واوباما من حقه بكره يشارك في ماتش الشباب زيه زي حمدي علاء واحمد زكي. بس انا بقول لكم ان يعني ممكن يشارك في اوقات او لما الراجل يحتاج له قوي، لكن اوسيريو بيحاول يحافظ على التشكيل. يعني اللعيبه دي حافظت طريقه لعب صعبه جدا، فمش بسهوله ان اوسيريو هيحط لاعب في وسط الفرقه مش متعود على اسلوب لعبه. فهل اوسيريو شاف ان اوباما يقدر يخش جوه المجموعه وينصهر سريعا وان هو حفظ واجباته؟ ده اللي هيقرر اذا كان اوباما يقدر يشارك بكره ولا لا، هو قرار للمدير الفني. لكن بصراحه اوباما يقدر يقوم بالدور الدفاعي والدور الهجومي في وسط الملعب، ولاعيب حريف وسريع وعنده رؤيه وبساطته كويسه جدا وهداف على الجون. ان شاء الله يبقى اضافه وهيحقق اضافه لنادي الزمالك. في مشكله كبيره جدا 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 مين ننوه عنها يا جماعه، ان اوسيريو غضبان جدا او زعلان ان هو بياخد فلوسه. يعني هو خد فلوس، لسه ليه فلوس عن باقي فلوس عن نادي الزمالك، بس هو حتى الفلوس اللي خدها قبل كده مش عارف يحولها لكولومبيا. المدرب الكولومبي غضبان جدا ان هو بياخد الراتب بتاعه لكن محتفظ بيه في مصر بقاله فتره، مش قادر يحول فلوسه الدولارات من حسابه الشخصي هنا لحسابه في كولومبيا، وده مأثر على الراجل جدا، ويعني تقدروا تقولوا مسبب له مشكله كبيره. وطبعا اي حد فينا لو مسافر في غربه هو بيحول فلوسه لبلده، وبالذات ان هي مش مبالغ كبيره. يعني الراجل تقريبا بياخد حوالي 100,000 دولار شهريا، يعني ده مش هو ده المبلغ اللي يأثر على اقتصاد مصر. طب هل ده بيحصل مع فيتوريا اللي هو المدير الفني لمنتخب مصر؟ هل هو ما بيعرفش يحول فلوسه برضه؟ هل كولر المدرب السويسري بتاع الاهلي ما بيقدرش يحول فلوسه من مصر لسويسرا؟ يعني اشمعنى اوسيريو اللي، يعني سؤال بس، اشمعنى اوسيريو اللي مش قادر يحول فلوسه وبنسبب للزمالك دايما مشاكل وعراقيل؟ انا اكيد طبعا مش الدوله المصريه اللي حاطه الزمالك في دماغها، يعني مش هقول كده ومش هعمل زي الاهلاويه لما اقول زملكه الدوله والقصص دي وان الدوله بتحارب الاهلي. لا انا مش اكيد، بس هو في حاجه، هل الاهلي بعلاقاته حامي اوسيريو؟ يعني الاهلي لسه دافع ملايين الدولارات ومسفرهم بره، سيان 3 مليون او 4 مليون دولار في صفقه امام عاشور، محولهم للدنمارك، ومحول دلوقتي لرضا سليم تقريبا 2 مليون و300 الف دولار ومفيش مشاكل. كولر ما بيشتكيش وبيحول مرتبه شهريا لسويسرا. فيتوريا نفس الوضع. اشمعنى مدرب الزمالك اللي مش قادر يحول فلوسه؟ علامه استفهام كبيره. يعني هل في حد مسؤول او في حد كبير في الدوله بجد بيحارب الزمالك للمرحله دي ان هم عايزين يزهقوا المدرب ويطفشوه عشان هو فعلا مدرب عالمي ومدرب يقدر يعمل الفارق مع الزمالك حتى في ظل ان القماش للزمالك مش قويه؟ سؤال اتمنى حضراتكم تجاوبوا عليا فيه. يا ريت حضراتكم تقولوا ارائكم، ليه مدرب الزمالك مش قادر يحول مرتبه الشهري، مش مبالغ ضخمه، واوسيريو مش قادر يحولها لكولومبيا، برغم ان كولر بيحول وفيتوريا بيحول والاهلي بيحول ملايين الدولارات، مش 100,000 دولار، ملايين الدولارات. يعني الاهلي في الفتره الاخيره محول اكتر من 5 او 6 مليون دولار ومفيش ادنى مشكله، والبنوك سمحت له بالتحويلات الدولاريه. ليه اوسيريو برغم ان هو 100,000 دولار مش قادر يحول؟
سؤال غريب وعجيب، نفسنا نعرف فيه ايه، مين المسؤول اللي هو يعني بيدور ان الزمالك حتى مدربه يطفش منه. طيب يا ريت مستني تعليقات حضراتكم وتبلغوني. بصوا يا جماعه، خطه الزمالك انتوا عارفين ان احنا بنلعب بحارس المرمى صبحي اللي هو الاساسي. دلوقتي حاليا مثبت الراجل التشكيل اوسيريو، حسام عبد المجيد في المنتصف، عبد الغني على اليمين، عبد الغني على الشمال، المسلوسي على الشمال. الزمالك بيلعب 3-2-4-1. ده في الحاله اللي الزمالك بيهاجم. في حاله هو الزمالك بيدافع بتتغير الخطه ل 4-2-3-1. يعني بدل ما بيبقى فيه 3 في الدفاع بيبقى فيه 4. الكي ماستر هنا او الكي بلاير عندنا احمد فتوح. احمد فتوح في حاله الدفاع بيرجع ويبقى باك شمال، وبيبقى كده في 4 مدافعين. في حاله الهجوم احمد فتوح بيضم على وسط الملعب مع دونجا، وبيتقدم من جنب دونجا عمر جابر. عمر جابر برضو كي ماستر او كي بلاير. في حاله الهجوم بيتقدم بيبقى مع زيزو وشيكابالا ونضاي. وفي حاله الدفاع بيرجع عمر جابر بيبقى مع دونجا في وسط الملعب، واحمد فتوح بيسيب دونجا ويرجع ناحيه الشمال. يبقى احنا قلنا في الحاله الهجوميه الزمالك بيلعب 3-2-4-1. في الحاله الدفاعيه الزمالك بيلعب 4-2-3-1. الخطه دي جامده جدا كخطه هجوميه وقويه جدا، بس لازم اللعيبه تحفظ ادوارها، ولازم اللعيبه يبقى عندها تحولات سريعه جدا من الهجوم للدفاع. يعني لما يفقد الكوره ان اللعيبه ترجع وتاخد اماكنها بسرعه. وعايزه يبقى عندك لعيبه وسط الملعب لعيبه مقاتله، والمدافعين بتوعك يبقوا سرعه جدا يعني وحافظين واجبات مركزهم، ويبقى عندك تغطيه عكسيه مهمه جدا جدا على الاطراف في حاله ان يبقى في هجمه على الزمالك، بالذات لما تقابل فريق قوي. فده اللي احنا بنتكلم فيه. زي ما قلت لكم في 2 لعيبه عندهم ادوار محوريه جدا. احمد فتوح في حاله الدفاع بينزل يبقى باك شمال، في حاله الهجوم بيطلع وسط الملعب. عمر جابر في حاله الدفاع بيبقى في وسط الملعب المدافع، في حاله الهجوم بيتقدم ويبقى وسط ملعب مهاجم. طبعا بالاضافه لزيزو وشيكابالا ونداي، منهم نداي بالذات بينزل بيأدي واجبات دفاعيه هو وزيزو، لكن شيكابالا يعني على استحياء بيأدي واجبات دفاعيه، بيبقى هو دايما اللي قدام، هو سيف الدين الجزيري، ومعاهم زيزو ونداي، بس ساعات بينزلوا يأدوا واجبات دفاعيه برضه، سيان زيزو او نداي. طيب هنتكلم سريعا عن ده. احنا كده شرحنا خطه اوسيريو بالكامل. بصوا يا جماعه، فريق الشباب فريق قوي جدا، وميزه فريق الشباب ان هو بقاله اكتر من سنه الفريق ده محافظ على قوام الفرقه، ما بيعدلش في فرقته كتير، حتى بيجيب صفقات يعني على القد، ما بيدخلش عناصر كتير على الفرقه. فرقه متفاهمه، فرقه متجانسه، لعيبه كويسه جدا جدا. اخطر لاعب في وجهه يعني في وجهه نظري واللي لافت الانظار قوه هو اللاعب بانيجا. لعيب بانيجا ده لعيب ارجنتيني اللي هو كان بيلعب مع منتخب الارجنتين، لعيب كبير قوي، ستايله كده عامل زي مودريتش، تشافي، انيستا. لعيب في وسط الملعب، لعيب رائع، بيقدر يعمل، بيوجه كرة يمين، يوجه كرة شمال، بيعمل هجمات مرتده سريعه جدا. هو اللي بيمسك الفرقه وبيحول الفرقه من الدفاع للهجوم بسرعه وبدقه تمريرات طوليه رهيبه. اللعيب ده هو الكي بلاير بتاع فريق الشباب السعودي. الشباب السعودي بيلعب وبيخترق من العمق، بس هو بيركز قوي على الكور الطوليه على الاطراف، وعنده الطرف اليمين والطرف الشمال لعيبه سريعه ومهاريه. بانيجا ده بيستلم الكوره من المدافعين اللي هم مدافعين متميزين جدا وبيمتازوا باطوال. فرقه الشباب المدافعين بتوعها لعيبه جامده جدا واطوالهم عاليه قوي، يعني صعب جدا ان انت تلعب معاهم كرات عرضيه، لازم الزمالك يعتمد على الاختراقات. لكن الكرات الطوليه دي او الكرات العاليه هيبقى الغلبه فيها في الغالب دايما لمدافعين الشباب اللي بيمتازوا بالقوه وبالاطوال. فهو بانيجا ده بيحول الفرقه، بيستلم الكره من الدفاع وبيحولها سيان ناحيه اليمين ناحيه الشمال، او ممكن يعمل ثرو من الاختراق من العمق، بس في الغالب هو دايما بيعمل الكره طوليه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، ويجري اجنحه الشباب ويعملوا العرضيه او يكسر ويخش على الجون.
في وجهه النظر او ان انت لما تشوف خطه زي دي ولاعيبه زي دي بيمتازوا بالقوه والسرعه والمهاره، ولاعيبه حافظه بعضيها وبرضه بيلعبوا يعني قريب من اسلوب الزمالك ان هم بيلعبوا بيباصوا كتير وحافظين بعض وبيتحركوا بدون كوره. الزمالك لازم يضغط على مفاتيح لعب الشباب السعودي. لازم الزمالك يبقى فيه مان على طول مع بانيجا، بمجرد ما الزمالك يفقد الكوره لازم يبقى في حد بيضغط على بانيجا عشان ما يدوش حريه الاستلام والتمرير، وان هو يعمل هجمات معاكسه من الدفاع للهجوم سريع جدا. الراجل بيعمل خطوات وعنده رؤيه للملعب، خبرات عاليه جدا، هو لعيب كبير مش صغير، تقريبا عنده 33 سنه 34 سنه، بس قوي بدنيا ولغايه دلوقتي اكتر من رائع، هو افضل لاعب في الشباب السعودي. فلازم يبقى في مان معاه مباشر، بمجرد ما يعني الزمالك يفقد الكوره لازم يبقى في مان بيروح مع بانيجا. ولازم اطراف نادي الزمالك الدفاعيه تبقى واعيه جدا ان هو الكره الطوليه دي بتتلعب من ورا اطراف او من ورا المدافعين، فما بالك الزمالك بيلعب بثلاث مدافعين فقط. وفي الحاله الدفاعيه احمد فتوح بيرجع، بس هنا سرعه الارتداد ده احنا عايزين حد كمان يغطي مع فتوح ويغطي مع المسلوسي، لان عندهم الاطراف بتاعتهم مهاريين وصراع. فعشان كده لازم يبقى في تحفظ دفاعي من ناحيه الاطراف بالذات، لان ده اللي بيعتمد عليه فريق الشباب السعودي. الضغط لازم يبقى ضغط عالي، ان انت ما تديش الفرصه، لان عندهم لعيبه مدافعين بيقدروا يطلعوا بالكوره بشكل جيد جدا وبيتدرجوا بالكوره بيسلموها من رجل لرجل، واللعيبه حافظه بعض. فعشان كده لازم لعيبه الزمالك تضغط وتضغط بقوه، والضغط ما يكونش سلبي، لازم يبقى ايجابي، ان انت تحاول تستعيد الكوره في اسرع وقت، لان انت لو اديتهم اريحيه هتلاقي بيعملوا عليك، بيعملوا تحولات من الدفاع للهجوم بشكل سريع جدا ورائع جدا. نتمنى التوفيق لفريق نادي الزمالك. بوصي تاني وتالت ورابع، خلي بالكم من بانيجا، لعيب وسط ملعب الشباب، لعيب رائع، هو مصدر خطوره فريق الشباب، بيدافع وبيهاجم، هو الكي بلاير اللي بيحرك الفرقه كلها. لازم نضغط عليه، يبقى معانا مان على طول. ضغط على مدافعين الشباب السعودي، لعيبه كويسه جدا واقوياء، ما ينفعش تديهم الراحه ان هم يطلعوا يتدرجوا بالكوره. ماتش صعب ان شاء الله، نتمنى الفوز لنادي الزمالك، كل التوفيق. لازم ندعم فريقنا، اقفوا جنب فريقكم، ان شاء الله الفوز يبقى حليف نادي الزمالك، ونتفرج على ماتش ممتع ونمتع العرب كلها ونمتع افريقيا والوطن العربي بالزمالك، فريق اللي بيقدم كرة حلوه، الفريق اللي كل الناس معجبه بيه، حتى لعيبه الشباب طلعت اتكلمت عن الزمالك بشكل اكتر من رائع، وكله بيدي للزمالك حقه ما عدا مصر. ان شاء الله باذن الله اشوف حضراتكم بعد الماتش، ونهني الزمالك بالمكسب باذن الله والصعود للدور الثاني، وان شاء الله يبقى فيه خير. يا جماعه ما دعموا اللعيبه، اقفوا جنب لعيبتكم. شوف حضراتكم على خير، ولا تنسونا بالاشتراك وباللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.